ابدا، بيقولوا انه باعهم. والله يا مريم ده الهدوم بشوكهم، وهدوم احمد ما لحقش يلبسهم. معلش، عوضك على الله بقى. مش عارفه اعمل ايه، الراجل هيرجع مش هيلاقي حاجه يغير فيها. لو عايزه اي حاجه انا تحت امرك. اني وشي في الارض منك. اخصى عليكي، داني نزعله منك. محتاجه كام؟ الهي يغلبك يا حسب الله انت وابو العيله، ولا هيغلبهم اكتر من كده ايه؟ معلش، بكره ربنا هيفرجها. امتى بس يا مريم؟ اديكي شايفه اني في الغلب ده بقالي قد ايه، وكل ما اقول الفقر هينزح عني رجلي بتغرس فيه اكتر واكتر. ما تحمليش هم، دقت إلا لما فرجت. مين؟ افتح يا سيدي. مين اللي بيخبط؟ انا احمد جوزي. ازيك يا سكينه؟ وحشتيني. الحمد لله على السلامه. ايه اللي جابك متاخر كده؟ ده يا دوب الساعه لسه ما بقتش 10. مين الراجل ده يا سكينه؟ طب ابو العيله اخويا، معاك حق، ما انت ما شفتوش قبل كده. ازيك يا ابو العلا؟ لا مؤاخذه، اصلي ما شفتكش ابدا، لا انت ولا الست والدتك. امي نايمه جوه. يما ايه يا واد؟ اصحي قومي. مين اللي جه؟ جوزها؟ ايوه، وجاي معاه الخير كله. وعرفت ازاي؟ الخري بتاعه ملان على طمة عينه، ده حتى سكينة مش قادرة تشيله. ملناش دعوة، اتلم بقى. ايوه والله عايشين بالدين، ده لولا مريم بتسلفني مش عارفه كنت هعمل ايه. عموما ما تحمليش هم يا سكينه، انا جايب لك معايا قرشين. قد المره اللي فاتت؟ لا اكتر. اصل انا بصراحه وعدت مريم اني ارد لها ال2 جنيه لما ترجع. قد ايه دول؟ دول 13 جنيه. بجد؟ عديهم. مالكش دعوة بأختك، كفاية العملة السودا اللي انت عملتيه ده. انت حتى ما افتكرتش امك بقرشين كنت جفلت حنكي. حقك عليا، حقك عليا يا أم، بس أنا عملت ده غصب عني، ما كنتش لاقي الوضع. تقوم تسرق أختك؟ الحرامي الشاطر ما يسرقش من حارته يا خايب. طب ابقي صالحيني عليها عشان ينوبني حاجة من اللي يوزر جايبها معاه. أني لو منها ما كنتش أبص في خلقتك تاني. ده انت تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وضهر انها لسه انيانة وبتوكلنا. دي بتستلف علشان تصرف علينا. بقول لك ايه يا احمد، اوعى تجيب سيره الفلوس دي قدام ابو العيله ولا اي حد. هو اخوكي ده بيشتغل ايه؟ ولا بيشتغل ولا نيله، ده صايع وخد على الصياعه، وكان عايش على قفا امي ودلوقتي عايش على قفاي. ما هو مادام بتصرفي عليه مش هيشتغل. طب اعمل ايه بس؟ مش بدل ما يرجع للسرقه تاني؟ ليه؟ هو اخوكي بيشتغل حرامي؟ لا، انا قصدي يعني بدل ما يمد ايده على حاجه مش حاجته. انت مالك اتخذت كده ليه؟ الحال من بعضه يا حبيبي، ولا انت ناسي حكايه الدواء اللي كنت بتسرقه من المستشفى؟ خلاص يا سكينه، انا تبت خلاص. وبعدين انت ناسي العهد اللي بيني وبينك؟ احنا اتفقنا يا بنت الناس على حاجه، لا انا مد ايدي على حاجه مش بتاعتي، ولا انت تشتغلي ولا تقربي من اي حاجه حرام. اهو ربنا اهو يشهد. ولا جابر انت يا ولا، خد يا ولا يا زفت انت. نعم يا ست سكينة. اجري هات لي ربع كمان. خد اللذيذه الفاضيه دي رجعها وهات الرهن، وقول للخواجه اني هنعدي عليه. غور حمامة
استنى يا ولد، رايح فين؟ انت بعت الولد ده فين يا سكين؟ يا اختي عاوزه نتنايل ونندعق ونشرب. طب غور يا ولد وما تعوقش، يلا. انت يا وليه من ساعه جوزك مسافر وانت مزوداها قوي في المدعوق اللي بتندقي فيه ده. يا اختي هنعمل ايه؟ اهو كيف اللي بنحط هم فيه. ما كفاياكي بقى يا سكينه، لساكي ما انبسطتيش. يا اختي ننبسط كمان وكمان، هو في احلى من الانبساط؟ بقول لك ايه، ما تقلبي القهوه دي خماره، ده انت تكسبي ده. ان جيتي للحق انا كنت بنفكر في اللي بتقوليه ده، بس ده شيء بقى يلزم له رخصه ووجع دماغ وهم ما يتلم. يا اختي لو انت بيهمك. لو معاكي فلوس تشاركيني. فلوس؟ ما خلاص طارت على الخمره مش كده؟ هو ده اللي أنا كنت خايفة منه، تبعزقي فلوسك وترجعي تدوري على شغل تاني. وحياتك يا اختي مع الخمره بس دي بقى مفتوحه، عشان تسديها لازم تصرفي اللي قدامك واللي وراكي. يا بنت انت هتفضلي خايبه لحد امتى؟ لازم تشيلي لك قرشين للزمن، مش تصرفيهم على ناس سرقوكي في الاخر. يا اختي ده مش عارفه هندفع اجره البيت منين. انا مستغرب ايه حكايه الخمره اللي انت طلعنا فيها ده. الخمره دي للرجاله مش للحريم. حوش اللي بتدفعه خده يا شيخ المنصب، انا ما حدش بيديني مليم، انا حره. لا مش حره، مش حره. داني مش قادر اقيم وشي قصاد الناس اللي هيشوفوك وانت راجع كل ليله سكران. وانا مش قادره اوري وشي للناس اللي عارفين انك حرامي. قال حرامي قال. داني المعلم ابو العلا. يا وليه يا خمرجيه الخمره نحست نفوخك. شاهده يما على ابنك ده. كفايه ابو العلا وتلم، ولا انت ناوي تفضحنا وتجرسنا؟ وانت يا بيت ما كفايه حكايه الخمره دي اللي شافطه فلوسك ومنضفه جيوبك اول باول. انا يما عايشه في عذاب، كفايه همكم عليا وجوزي اللي مش بشوفه غير كل 3 اشهر كام يوم. الخمره بتخليني اتخمد وانام ومدراش. طب ولما الفلوس اللي هتصرفيها على الخمره دي تخلص هنعيش منين؟ هي لسه هتخلص؟ ما خلصت. يخرب بيتك، انت عايزه تشحتينا؟ انت سامعه الكلام اللي هتقوله بنتك ده ياما؟ هناكل منين دلوقتي؟ اني زهقت خلاص، زهقت من عيشتي معاكم. اني من بكره هعود على كفر الزيات تاني، وان شاء الله حتى اشتغل في البيوت. عملتي طيب ياما، انا كمان ناوي اسيب المطرح هنا وادور لي على شقه صغيره ورخيصه على قدي لحد احمد ما يرجع. انت كمان تشوف لك صرفه. تكرشينا يا سكينه؟ تكرش لاحمد اخوكي وامك؟ انا اول واحده هتكرش من البيت ده عشان مش هقدر ادفع الاجره. عايز تقعد انت؟ اقعد براحتك وشخلل جيبك يا معلم ابو العالي. سامع يما؟ يعني احنا على كده اتشرطنا على الرصيفه وكلاب السكك هتعضد فينا؟ يبقى ما فيش غير حل واحد، تعاود معايا على كفر الزيات وتخدم معايا في البيوت، وهي تبقى اتفتحت لك سكه رزق يا خايب. على الله يتمر فيك وتفتكرني بقرشين كتاكل هم وانت مش جايب تمنك. يعني ما قلتليش يا عصب الله هنعمل ايه؟ هنستنى هناه ولا هنعاود كفر الزيات تاني؟ كفر الزيات ده ايه؟ ونسيب اليغمه دي؟ تاني ما قلت لك يا عصب الله اليغمه دي مش مقسومنا، وديك شايف مريم اهي ما قطكش تبص ناحيتنا، ولولا احنا قاعدين قاعد الزباين كان زمانها كرشتنا. انا مش قصدي على مريم دي ما احنا مش عارفين نطولها من اي ناحيه. امال قصدك ايه؟
قصدي ليه ما نعملش زي مريم واكتر؟ زيها؟ مش فاهم. يعني ليه ما نفتحش قهوة ونجيب رقاصة ولا 2؟ نفتح ايه؟ تجرى مخك حاجة يا حسب الله؟ ده احنا ما قادرينش نأجر أوضة نتاوى فيها، نفتح قهوة. طول ما فيه مخ مش هنغلب. بس المسألة دي محتاجة شغل جامد قوي، مش مني انا وانت بس، لا، في طرف تاني لازم يوافق. بس المهم الأول نلين له دماغه.